التليفون او الفيس او الايميل، كل حاجة من دول ليها رقم سري علشان تفتح، وانا جبت لك كلمة السر اللي لما تقولها ربنا يفرحك ويفتح الدنيا في وشك. ومش بس كده، ده يحقق لك كل اللي بتتمناه كمان. فلو انت تعبان او عندك حد بيعاني نفسيا او جسديا والتزم بالكلمة اللي هقولها لك، هتلاقي الدنيا راقت وياه وبقى احسن. اعتبرها زي الاسبرينة او المصل اللي لما بتاخده ربنا بيشفيك ويريحك من كل حاجة تعباك. المهم يكون عندك يقين وانت بتقولها. طب ايه هي الكلمة دي الحقني بيها الله يبارك لك؟ الدنيا عمالة تخر عليا من كل ناحية بلاويها. الامام ابن القيم بيقول: من قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. كم مرة يا امام؟ قال لك 7 مرات. يحصل ايه؟ قال لك: شفاه الله من ضره ومرضه عاجلا غير آجل بإذن الله. يعني أي حاجة تعبك نفسيا أو جسديا، لو أنت قلت الدعاء ده 7 مرات ربنا يعافيك منها. فيا ريت وما تأجلش عشان الدنيا مش مستحملة، ترددها دلوقتي وتعلمها لغيرك، وأبشر بالفرج والفتح اللي هيهلوا عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. سلام عليكم.